السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فوز النادي الأهلي على البنك الأهلي امبارح 1-0، وتصدر النادي الأهلي وتربعه على القمة بفرق 6 نقط عن نادي فيوتشر الوصيف، وفرق 11 بونت عن الزمالك اللي قاعد في المركز الخامس. الأهلي بيفعل بند شراء خالد عبد الفتاح اللي هو كان رجل المباراة امبارح في مباراة الأهلي والبنك الأهلي. وده طبعا ده كرم من ربنا، والاهلي عرف يختار لما بعد اصابه اكرم توفيق، وقلنا محمد هاني وحيدا، والكل اتكلم على ان الجناح او الباك اليمين عايز تدعيم، وربنا اكرم وجبنا خالد عبد الفتاح، وان شاء الله باذن الله هيتالق مع النادي الاهلي في اللي جاي وفي بطوله كاس العالم للانديه. وفي البدايه يا ساده، يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناه يتكرم علينا باشتراك ولايك على الفيديو دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مره تشوفنا او اول مره تتابعنا، تكرم علينا باشتراك في القناه ولايك على الفيديو. وفضيحه عالميه على ارض مصريه، فضيحه عالميه بعد نشر او نشر الفضائح في الصحف العالمية عن رئيس لجنة الحكام المستقال او المستقيل زي ما بيقولوا، او زي ما بيقول الاتحاد المصري لكرة القدم. هو اللي قال لك ان كلاتنبرج هو اللي قدم استقالته، في حين ان الراجل اللي كلاتنبرج ده لما جه جه الاتحاد وحب يعدل او يغير في منظومه التحكيم، وقال لك وطلع وفضح وسرد الفضائح كلها. اول لقاء صحفي عمله اتكلم فيه عن كل حاجه، قال لك انا لما جيت. وعلى فكره كلاتنبرج لما جه الاتحاد او اتحاد الكره، كانوا اول ما جه كانوا الزملكاويه مفكرين ان هيبين الفضايح للاهلي او فضائح النادي الاهلي على زي ما هم معتقدين، يعني ان الحكام بتجامل النادي الاهلي. بعد 111 سنه عاشها الزمالك وجمهور الزمالك على او الزملكاويه على ان النادي الاهلي بيتجامل من الحكام، بعد 111 سنه عاشها الزمالك والزملكاويه على ان اتحاد الكره الاحمر بيجامل الاهلي في التحكيم. ربنا اكرم وجاب اتحاد الكره، جاب خبير اجنبي اخيرا. قلنا الخبير الاجنبي مع ان في بداياته احنا كنا بنهاجمه لهدف واحد، او النادي الاهلي كان بيقول لك ان هو لسه المنظومه ما اتعدلتش، بس بنساند كلاتنبرج ان هو يقعد ويبين ويعرف ويشتغل عشان الطريق يترسم صح، علشان كل واحد في منظومة التحكيم او في التحكيم هو ياخد حقه. لكن الزملكاوية لما بعد كم مباراة بانوا على اصلهم او بانوا على وضعهم ونزلوا للمركز الخامس في خلال 4 شهور قعدهم كلاتنبرج داخل الاتحاد المصري لكرة القدم رئيسا للجنة الحكام، طاروا وراه او قلبوا عليه. دلوقتي في الاول كان جاي كان بيقول لك ده، حتى بالعكس ده كله كان بيقول لك ده صاحب احمد حسام ميدو، يعني هيجامل الزمالك. لكن الراجل لما جه لا طلع لا يعرف زمالك ولا اهلي، لا خطيب ولا مرتضى. الراجل كان عاوز يشتغل ويثبت نفسه ويأكد ان في ظلم في التحكيم باين. لكن بعد 4 شهور وبعد 15 جولة من بطولة الدوري ابتدى الزمالك ينهار ونزل للمركز الخامس. يعني الراجل ده لو كمل الموسم على كده كان الزمالك احتمال ينافس على الهبوط، احتمال ينافس على الهبوط، لان مفيش حد يحتويه ومفيش حد يرجعه. ومن اول شكوى قدمها نادي الزمالك لاتحاد الكره، اتحاد الكره كان مفكر ان كلاتنبرج ده عيل صغير، راح جايبه كده وقعده وقال له لا انت متحامل على نادي الزمالك، مع انه لا يعرف زمالك ولا يعرف اهلي. واحنا قلنا الكلام دوت، ده لا يعرف زمالك ولا ده يعرف اهلي، هو جاي يشتغل وبس. لكن لما مشي الراجل وبين الفضايح وقال لك ان اتحاد الكره نفسه عايز يشتغل بمبدأ ان هو ينحاز لنادي على حساب نادي فقط لا غير، معنى كده ان الاحتواء زي الموسمين اللي فاتوا لما الزمالك خد الدوري وكان باين للكل. دلوقتي احنا بنطالب النادي الاهلي بحاجتين اتنين، يا اما النادي الاهلي يلعب كل مبارياته على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم بحكام اجانب لاخر الموسم، يا اما او
انما يختار النادي الاهلي ويطلب من الاتحاد المصري خبير اجنبي لقياده او رئيسا للجنه الحكام، يعني يقود رئاسه لجنه الحكام، يبقى خبير اجنبي تاني، لان ابتدينا تبان ملامح مع ان في لحد الان حكام لسه بتضايق وبتلعب وبتضيع في ماتشات، زي امبارح عبد العزيز السيد اللي كان عايز يضيع مباراة مجهودات غزل المحلة، واحمد الغندور كان عايز يضيع النادي الاهلي، لا الكابتن سيد عبد الحفيظ وقف له وقال له كده ما ينفعش، دي 3 مرة، ده انت خبطت في حمدي فتحي وما رضيتش ترجع الكورة او ما رضيتش توقف اللعب، وكل شوية بتضيع وتوقف اللعب وبتحسب فاولات للبنك الاهلي، وما زال في التحكيم سر كبير وكله، ويقول لك اتحاد الكرة هو اللي بيطالب، بيقول لك كلاتنبرج هو اللي استقال، ولكن كله هيبان في الايام القادمه ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو دعما لينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.